السلام عليكم يا بنات. أنا اسمي نادي وعندي 35 سنه. النهاردة جاي أحكي لكم قصة حصلت معايا، غيرت حياتي كلها وخلتني أفهم إن مش كل اللي بيساعدك بيحبك خير. قصة طويلة ومؤلمة بس فيها دروس كتير لازم كل ستة. القصة بدأت لما جوزي محمود الله يرحمه اتوفى في حادثه عربيه مفاجئه. كان راجع من الشغل زي كل يوم وفجأة لقيت نفسي أرمله وعندي 35 سنه. بس محمود كان راجل طيب وكويس، بس للأسف ساب ورانا ديون كتير. كان عنده مشروع صغير وقع بسبب الظروف وكان مستلف فلوس كتير علشان يقدر يعدي الأزمة. لازم أحكي لكم شوية عن حياتي مع محمود علشان تفهموا القصة كويس. أنا ومحمود اتجوزنا من 7 سنين وكنا عايشين حياة بسيطة. وهدي محمود كان بيشتغل في شركة مقاولات ومرتبه كان كويس بس مش كتير. قبل ما يموت بسنتين قرر يفتح مشروع صغير ورشه نجاره، وكان حلمه انه يكبر المشروع ده ويبقى عنده شغل خاص. في الأول المشروع كان ماشي كويس، محمود كان مبسوط ومتحمس وأنا كنت فرحانه ليه. كان بيصحى بدري كل يوم يروح الورش ويرجع بالليل وهو مبسوط بيحكي لي عن الشغل. كان بيقول لي يا نادي أنا حاسس إن المشروع ده هيغير حياتنا، هنقدر نشتري شقة وهنقدر نعيش أحسن. كنت بحب أشوفه مبسوط كده وكنت بدعي ربنا إن المشروع ينجح. بس بعد سنه المشروع بدأ يخسر، الزباين قلوا والمواد الخام غلت والعمال كانوا عايزين مرتبات. محمود اضطر يستلف فلوس من بنك وكمان استلف من ناس يعرفهم ومن أصحابه. حسام صاحبه المقرب كان واحد من الناس اللي محمود استلف منها. محمود استلف منه 20,000 جنيه ووعده إن هيرجعها في خلال سنه، بس الظروف كانت صعبة والمشروع ما كانش بيجيب الفلوس اللي كنا متوقعينها. كان بيحاول يخبي عني الضغط اللي هو فيه، بس أنا كنت حاسه إنه تعبان ومش مبسوط. كنت بشوفه قاعد لوحده بالليل مفكر وباين عليه القلق. كنت بساله مالك يا محمود، في حاجة غلط؟ وكان بيقول لي لا يا حبيبتي كل حاجة تمام ما تقلقيش. بس عينيه كانت بتقول حاجة تاني. في الأسابيع الأخيرة قبل ما يموت محمود كان بيسهر كتير، كان بيقعد يحسب الفلوس ويشوف الفواتير ويحاول يلاقي حلول. مرة لقيته قاعد بيعيط، قعدت جنبه حضنته وقلت له يا محمود قولي في ايه، أنا معاكي في أي حاجة. قال لي يا نادي أنا تعبان، الديون كتير والمشروع مش ماشي وأنا خايف إني ما أقدرش أوفي بوعودي للناس. قلت له ربنا كريم يا محمود، المهم صحتك، الفلوس تروح وتيجي بس انت اللي مهم. بس محمود كان قلقان قوي وأنا كنت حاسه إن القلق ده هيأثر عليه، وفعلا الضغط والقلق أثروا على صحته. كان بيشتكي من صداع ووجع في صدره بس كان بيقول إنها حاجة بسيطة وهتعدي. وبعدين جيت الحادثة يوم زي أي يوم. محمود خرج الصبح رايح الشغل، كان الجو حلو والشمس طالعه. وقفت معاه على الباب وقلت له خلي بالك من نفسك يا محمود. قال لي ما تقلقيش يا حبيبتي، أنا راجع بدري النهاردة وبس راسي ومشي. كانت آخر مرة أشوفه فيها حي بعد الظهر بشوية وأنا كنت بحضر الغداء. لقيت جيرانه بيخبطوا على الباب بعنف، فتحت لهم وشفت وشوشهم صفرا وعيونهم دمعوا. قالوا لي يا نادي محمود حصل له حادثه، تعالي بسرعة. قلبي واقف، جريت معاهم للمستشفى وأنا مش حاسه بنفسي. طول الطريق كنت بدعي ربنا وبقول يا رب يكون بخير، يا رب ما تحرمنيش منه. لما وصلت المستشفى شفت عربيه إسعاف وقفوا وناس بتجري. دخلت جوه وسالت على محمود، قالوا لي إنه في غرفه العمليات. قعدت استنى ساعتين وكل دقيقه كان زي سنه. بعدين الدكتور طلع شفته هو ماشي ناحيتي ووشه حزين. عرفت من نظرته إن في حاجة وحشه. قال لي بصوت هادي وحزين أسفين يا فندم، محمود مات، كان عنده نزيف داخلي وحاولنا ننقذه بس ما قدرناش. الدنيا دارت بيا، رجلي ما رفعتش تشيلني، وقعت على الأرض. الناس اللي كانت معايا رفعوني بس أنا ما كنتش حاسه بحاجة. كنت بصرخ وبعيط لا مش معقول محمود مش ممكن يموت، ده كان معايا الصبح كان كويس. بس الحقيقة كانت قدامي، محمود مات وأنا بقيت أرمله في لحظة واحدة. دخلوني أشوف محمود آخر مرة، كان مغمض عينيه وباين عليه الهدوء. كانه نايم، قعدت جنبه وأنا بعيط وبقوله يا محمود ليه سبتني؟ احنا لسه عندنا أحلام كتير، احنا لسه عايزين نعيش مع بعض. بس محمود ما كانش بيسمعني. أول ما محمود الدنيا وقعت على راسي ما كنتش عارفه أعمل ايه ولا أبدا منين. كنت قاعده في البيت بعيط يوم ورا يوم ومش قادره أصدق إن محمود مش راجع تاني. الناس كانت بتيجي تعزيني وتمشي وأنا كل ما افتكر إني لوحدي دلوقتي قلبي كان بينقبض. كان عندي أخت رهام وأمي، بس أمي كانت كبيرة في السن ومريضه بالسكر والضغط وما كانتش قادره تساعدني كتير. ريهام كانت متجوزة وعندها 3 أولاد وكانت بتيجي لي بس مش كل يوم لأن عندها مسؤوليات.
كنت حاسه بوحده رهيبه في الأسبوع اللي بعد الجناز، وبدأت أفكر في المستقبل. كنت خايف وما عنديش شغل وما عنديش فلوس، والبيت كان إيجار. كنت بقول لنفسي أنا هعمل إيه؟ هعيش إزاي بعد ال40؟ بدأت المشاكل تظهر. أصحاب الديون بدأوا يطلبوا فلوسهم. صاحب البنك بعت لي جواب رسمي بيطالب ب300,000 جنيه، وناس تاني، ناس محمود كان استلف منها كانت بتتصل بيه أو تيجي البيت مرة. جه راجل كان محمود استلف منه 10,000 جنيه، وقف على الباب وقال لي بصوت عالي أنا عايز فلوسي، جوزك استلف مني وماتش، بس الفلوس لازم ترجع. قلت له أنا أسفه بس أنا ما عنديش فلوس دلوقتي. قال لي مش مشكلتي، لازم تدفعيه. كنت خايفه ومش عارفه أعمل إيه. كنت بقول لنفسي يا رب أنا مش قادره، ساعدني في الوقت ده. حسام صاحب محمود المقرب ظهر في حياتي. حسام كان صديق محمود من أيام الجامعة، وكانوا زي الإخوات، كانوا بيخرجوا مع بعض وبيسافروا مع بعض وبيحكوا لبعض أسرارهم. كان بيجي عندنا كتير زمان، وكنا بنعتبره من أهل البيت. حسام كان راجل في الأربعينات، متجوز ومطلق من 2 سنين، وعنده شغل كويس في شركة استيراد وتصدير. كان راجل شكله محترم ولابسه أنيق ودايما مبتسم. كنت دايما بشوفه راجل محترم ومفيش في دماغي أي حاجة غلط عنه. في يوم ال40 حسام جه البيت ومعاه ناس كتير. بعد ما الناس مشيت قعد معايا شوي، قال لي يا نادي أنا عارف إنك في وقت صعب، ومحمود كان أخوي، أنا مش هسيبك لوحدك. قلت له ربنا يخليك يا حسام، ربنا يجازيك خير. قال لي أنا عايز أساعدك، وأول حاجة أنا هدفع الديون اللي على محمود. استغربت، قلت له يا حسام دي فلوس كتير، أنا مش عايزه تقل عليك. قال لي أنت مش تسئله ده، وجابي محمود كان أخويا وأنا لازم أساعد مراته. وفعلا حسام بدأ يدفع الديون. دفع للبنك 30,000 جنيه، ودفع للناس الثاني حوالي 200,000 جنيه. كمان دفع مصاريف العزة والجنازي، وكانت حوالي 15,000 جنيه. يعني حسام دفع حوالي 65,000 جنيه في أقل من شهر. كنت مبهورة ومش مصدقه. قلت له يا حسام أنت بتعمل حاجة كبيرة قوي، أنا مش عارفه أشكرك إزاي. قال لي مش محتاجه تشكريني، دي فلوس هديه مش كارت، ومش عايز حاجة في المقابل. الكلام ده طمني جدا، حسيت ان ربنا بعتلي ملاك ينقذني. كمان حسام بدأ يساعدني في مصاريف البيت. كان بيبعتلي كل شهر 3,000 جنيه عشان أقدر أعيش وأدفع الإيجار ومصاريف الأكل والكهرباء. الإيجار كان 1,100 جنيه، والباقي للأكل والمصاريف التاني. في الأول كنت محرجه جدا، ما كنتش متعوده أخد فلوس من حد، وكنت حاسه إن عبء. بس حسام كان بيقولي يا نادي أنا بساعدك، لأن محمود كان أخويا، ولو محمود كان عايش ومكانه أنا كان هيعمل نفس الحاجة مع مرات. الكلام ده خلاني قبل مساعد ده قلت لنفسي ده تضامن مش صدقه. الأيام عدت وأنا بقيت معتمده على حسام في كل حاجة. كان بيجي يزورني مرة أو مرتين في الأسبوع، يطمن عليا، يسأل لو محتاجه حاجة. كان بيجيب لي أكل جاهز من مطاعم، وساعات بيشتري لي خضار وفاكهة. مرة جاب لي كيلو لحمه وكيلو فراخ، وقال اطبخي واتغدي كويس. لازم توكلي قالشن هتحكي. كنت ممتنة جدا، كنت بدعيله كل يوم وبقول يا رب يجازيه كل خير. في مرة من المرات كان محتاجه أصلح حاجات في البيت. الحنفية في الحمام كانت بايظة وبتنقط ميه، والباب الخشب كان محتاج نجار يصلحه. حسام لما عارف جاب نجار وسباك ودفع لهم من جيبه. كمان اشترى حنفي جديده وقفل جديد للباب. قلت ليه يا حسام انت بتعمل كتير قوي وانا مش عارفه ارد لك جميلك ازاي. قال لي انا مش محتاج حاجه، بس اشوفك كويسه ومبسوطه، ده اللي يهمني. كنت بحس انه فعلا اخ كبير ليا، وان ربنا بعته علشان ما يسيبنيش لوحدي. بس بعد حوالي 4 شهور من وفاة محمود بدأت الأحظ حاجات غريبة. وحسام بقى بيجي أكت من الأول، مش مرة أو مرتين في الأسبوع، لا بقى بيجي كل يوم تقريبا. وكمان بقى بيقعد وقت أطول، كان بيجي الساعة أبس العصر ويقعد لحد 9 أو 10 بالليل. في الأول كنت فاكرة أنه عايز ينسني ويخفف، بس بعدين بدأت الأحظ أن طريقته في الكلام اتغيرت. بقى بيقول لي كلام فيه حنين زايده عن اللزوم، كلام زي انت لسه صغيره يا نادي، وما ينفعش تفضلي لوحدك كده، او انا قلبي بيوجعني عليكي ونفسي اشوفك مبسوطه. تاني كنت بفكر انه بيقول الكلام ده من باب الشفقه والحنين مش اكتر، بس مع الوقت بدأت احس ان في حاجه مش طبيعي. مرة كنا قاعدين في الصالة وحسام كان بيتكلم عن ذكرياته مع محمود. محمود كان راجل كويس، بس كان دايما مشغول بالشغل والمشروع، وانا كنت دايما بقوله لازم تدي وقت لان دي الست محتاجه اهتمام. قلت له محمود كان بيهتم بيها بس كان عنده ضغوط. قال لي انا عارف، بس لو كنت انا مكانه كنت اهتميت بيكي اكتر. الجمل دي حسيتها غريبه، بس ساكته. بعد كده بقى ايام حسام بقى كمان بيجيب لي هدايا غالي،
مرة جاب لي عطل فرنساوي اسمه شانيل العابة، كانت أنيقة وجميلة. لما فتحتها استغربت، قلت له يا حسام ده غالي قوي، مش لازم. قال لي انت تستاهلي كل حاجة، حلو يا نادي وانا عايزه اشوفك فرحانه. مرة ثاني جاب لي قصورة ذهب، كانت قصوره جميلة جدا وواضح انها غالية. قلت له يا حسام ده كتير عليا، انا مش محتاج الحاجات دي. رد عليا وقال لا يا نادي، انت تستاهلي كل خير وانا بحب افرحك. كلمه بحب دي خلتني اقلق، بدأت احس ان حسام مش بيساعدني كصاحب لمحمود، لا في حاجة ثاني. كمان جاب لي مرة فستان اسود انيق وغالي من محل مشهور. حسام انا في حداد ما ينفعش البس الحاجات دي. قال لي الحداد مش هيفضل للابد يا نادي، والحياة لازم تكمل وانا عايزه اشوف الجميله. الكلام ده خوفني، بدأت احس بعدم ارتياح من الموضوع ده كله. مرة كنت قاعده معاه في الصالة وكان بيتكلم عن ايام الجامعة مع محمود، بس فجاه بصلي بنظره غريبه، نظره ما كانتش متعوده عليها، نظره فيها اعجاب او حاجة اكتر من كده. حسيت بقشعريره في جسمي كله، بس قلت لنفسي يمكن انا اللي بتخيل. حاولت ابعد شوية وقلت له مرة يا حسام انا مش عايزه اتقل عليك، انت عملت معايا كتير وربنا يجازيك خير، بس انا هحاول ادبر نفسي بنفسي. لقيته اتنرفز بشكل مش طبيعي، وش اتغير وصوته عالى شوية. قال لي بحدك تدبري نفسك ازاي؟ انت ما عندكيش شغل ولا فلوس ولا حاجة، انا اللي بساعدك ومن حقي اكون موجود في حياتك. الجمل دي خوفتني جدا. من حقي يعني ايه من حقه؟ بس سكتت وقلت يمكن انا اللي فاهمه غلط. الايام اللي بعد كده حسام بقى يراقبني بشكل مش طبيعي، كان بيسألني خرجتي فين النهاردة، كلمت مين، في حد زارك مرة. قلت له ان اختي ريهام جت زارتني، لقيته مش مبسوط خالص. اختك ليه بتيجي كتير كده، هي عايزه ايه؟ استغربت من سؤاله، قلت له يا حسام دي اختي طبيعي تيجي تطمن عليه. قال لي بصوت فيه غيره انا بقلق عليا ناديه، الناس بتستغل الستات اللي في ظروفك وانا مش عايز حد يضرك او يطر عليا. كلامه كان في نوع من السيطرة والتملك، بس انا كنت خايفه اواجهه، كان هو اللي بيساعدني ماديا ولو خسرته ما كنتش عارفه هعمل ايه. مرة كنت محتاجه اروح اشتري حاجات من السوق، لبست ونزلت اشتريت اللي انا محتاجاه ورجعت بعد ساعة تقريبا. لما وصلت البيت لقيت حسام واقف قدام باب البيت وباين عليه الغضب. قلت له ببعشه يا حسام انت هنا ليه؟ قال لي بصوت عالي جيت اطمن عليكي لقيتك مش موجوده. كنت فين؟ ليه ما قالتليش؟ قلت له كنت في السوق احتاجيت اشتري حاجات للبيت. قال لي بحد كنت لازم تقوليلي علشان اروح معاكي. مش كويسه هنزليه اللي وهداك. ده الناس هتتكلم. حسيت انه بيحاول يتحكم في تحركاتي وده زود قلقي وخوفي. اكتف مرة ثانية صاحبه قديم لي اسمه منه كلمتني على التليفون منه، كانت صاحبتي من ايام المدرسة وما كناش اتكلمنا من زمان. لما رديت عليها كانت بتحكي لي حاجات مضحكة عن اولادها وجوزها، وانا كنت بضحك معاها لانها كانت بتحكي بطريقه طريف. وحسام كان موجود وقتها وكان قاعد على الكنبه بيشرب شاي. لما قفلت التليفون لقيته بيبصلي بغضب وغيره. قال لي بصوت حاد مين دي اللي كنت بتضحكي معاها؟ قلت له صاحبتي منه من ايام المدرسة. قال بصوت فيه غضب وبتضحكي معاها كده ليه؟ انت في حداد ولا نسيتي؟ انت لازم تحترمي ذكرى محمود. الكلام ده زعلاني جدا وحسيته ظالم. قلت له يا حسام انا مش ناسية محمود ابدا، بس برضو انا بني ادم ومن حقي اضحك شوية، الحياة مش هتقف. قال لي بصوت فيه تهديد انا مش عايزك تبقوا قريبه من حد غيري، انا اللي اعرف مصلحتك وانا اللي حافظ عليها. بعد كده باسبوع حسام قال لي حاجة خلتني اتاكد تماما من شكوكي. كنا قاعدين في الصالة زي العادة وهو بيتكلم عن محمود، بس المرة دي الكلام كان مختلف. يا نادي محمود كان راجل كويس مفيش كلام، بس الحقيقة انه كان مش عارف يقدرك، كان دايما مشغول بشغله ومشروعه وما كانش بيديلك الاهتمام اللي انت تستاهليه. انت ست جميل ومحترم وكنت تستاهلي احسن منه. استنكرت الكلام ده جدا واتصدمت. قلت له بغضب يا حسام ازاي تقول كده على محمود؟ محمود كان جوزي وكان راجل المحترم وطيب. قال لي وهو بيقرب مني انا مش بقلل من محمود، انا بس بقول الحقيقة، وانا بقول ان انت تستاهلي حد يكون جنبك دلوقتي، حد يحميكي ويخليكي تحسي بالامان، حد يهتم بيكي ويقدرك. بصيت له وقلت بصوت مرتعش انا مش محتاجه حد يا حسام، انا لسه في فتره حداد ومحمود لسه في قلبي
وعمري ما هفكر في الموضوع ده. سكت شوية، بعدين قال بصوت وعيونه في عيوني بشكل مباشر: يا نادي، أنا مش أي حد، أنا حسام صاحب محمود، ومحمود لو كان عايش ولو كان شايف انت في الموقف ده كان هيتمنى إن أنا اللي أكون جنبك وأحميكي. قلبي وقف تماما لحظتها. فهمت قصده بالظبط. هيصان كان عايزاني، كان عايز يتجوزني، كان بيشوفني مش كأرمله صاحبه، لا كاسته وعايزها لنفسه. قلتله بصوت مرتعش وخايف: يا حسام أرجوك ما تكملش الكلام ده، أنا مش مستعد لأي كلام من النوع ده، ومستحيل أفكر في الموضوع ده. رد عليا بصوت هادي بس في تهديد واضح: يا نادي، أنا ساعدتك كتير جدا، دفعت ديون محمود اللي كانت هتخليكي تتسجني، دفعت 65,000 جنيه، صرفت عليا كل شهر، اشتريت لك هدايا، صلحت البيت، وقفت جنبك لما كل الناس سابتك، ومن حقي انك على الأقل تفكري في كلامي وتديني فرصه. حسيت بالرعب والغضب في نفس الوقت. فهمت في اللحظة دي ان كل المساعدة دي كان ليها تمن. حسام ما كانش بيساعدني من طيبه وقلبه او من باب الوفاء لمحمود، لا، كان بيستثمر فيا، كان بيدفع فلوس علشان يمتلكني بعدين ويحسسني اني ملزمه ليه. قلتله بصوت فيه غضب: انا مش سلعه يا حسام، وانا مش ملزمه ليك بحاجه لو انت ساعدتني وقلت انها هديه ومن غير مقابل، فده كان اختيارك، انا ما عمريش طلبت منك انك تتجوزني. اتنرفز جدا ووقف من مكانه بعنف، صوته عل وقلب غضب: اختياري انا، صرفت عليه عشرات الالاف من الجنيهات، دفعت ديون محمود اللي كانت هتدمرك، وانت بتقولي ليه مش ملزمه؟ انت جحده يا نادي، انت نكر للجميل. قمت من مكاني وقلت له بحزن رغم خوفي: ارجوك يا حسام اطلع من البيت دلوقتي. بصلي بنظره مخيفه، نظره مليانه غضب وتهديد جديد، وقال: فكري كويس يا نادي، من غيري انت مش هتعرفي تعيشي، مش هتلاقي حد يساعدك، فهترجيلي تترجيني. وطالع من البيت وضرب الباب بعنف. قعدت على كنبه وانا بعيط بصوت عالي. حسيت اني وقعت في فخ، حسيت اني كنت ساذجه وغبي وكافه. ما افتكرتش ان المساعدة دي ممكن يكون ليها ثمن. الايام اللي بعدها كانت من اصعب ايام حياتي. حسام فعلا ما بقاش بيبعت فلوس خالص، وما بقاش بيكلمني وانا بدات. الفلوس اللي معايا تخلص بسرعة، وكان معايا بس 1000 جنيه، والإيجار كان لازم أدفعه بعد أسبوعين، والإيجار 1100 جنيه. حاولت ألاقي أي شغل، نزلت أدور في محلات ومصانع وشركات، بس ما كانش في أي فرص، وعمري ما اشتغلت قبل كده وما عنديش خبرة في أي حاجة. عندي دبلوم تجارة بس من 15 سنة، وما عنديش أي مهارات ثاني. مرة رحت لمحل ملابس وسالت لو عندهم شغل الراجل. صاحب المحل قال لي: عندك خبرة في البيع؟ قلت له: لا، بس أنا ممكن أتعلم. قال لي: أسف، أنا محتاج حد عنده خبرة. رحت لمكان تاني ومكان تالت، بس كل الناس كانت بترفضني. بس اللي خوفني وخلاني أتحطم نفسيا إن حسام بدأ يبعت لي رسائل تهديد على الموبايل. كان بيقول لي: انت هتندمي يا نادي، أنا اللي دفعت ديون محمود الله يرحمه، وأنا ممكن أطالب بكل فلوسي دي، وممكن أروح المحكمة وارفع عليكي قضيه. كمان بعت لي رسالة ثاني قال فيها: الناس كلها هتعرف حقيقتك، هتعرف انك وحده جحوده ونكره للجميل، استفدت من رجل طيب ساعدك وبعدين رميتيه. ورسالة ثالثه كانت أخطر: أنا عارف ناس كتير يا نادي، وممكن أدرك بطرق كتير، وممكن أخلي حياتك جحيم. فكري كويس في قرارك. اتخضيت جدا من الرسائل دي، بدأت أخاف على نفسي وعلى حياتي. كنت بقفل في الباب كويس بالليل وببص من الشباك قبل ما انزل، وبتاكد ان محدش واقف تحت. كنت خايفه انه يعمل لي حاجه وحشه. مره كنت نازله ارمي الزباله، ولما رجعت حسيت ان في حد ماشي ورايا. التفت بسرعه، وفعلا كان في راجل ماشي في نفس الاتجاه. خفت جدا وجريت على السلم ودخلت البيت بسرعه وقفلت الباب. مش عارفه لو كان الراجل ده عادي او كان حد بعته حسام. ما قدرتش اكمل كده، رحت كلمت اختي ريهام على طول وحكيت لها كل اللي حصل من اوله لاخره. حكيت لها عن المساعدات والهدايا والرقابه والكلام اللي حسام قاله والتهديدات. ريهام اتصدمت جدا، عيونها دمعت وقالت لي: يا نادي، ليه ما قالتليش من زمن؟ الراجل ده مريض نفسيا ومجرم ولازم نوقفه عند حده. قلت لها وانا بعيط: انا كنت خايفه يا ريهام، وكمان كنت محتاجه المساعدة وما كنتش فاهمه نواياه من الأول. ريهام حضنتني وقالت: مش غلطك يا حبيبتي، الراجل ده استغل ظروفك، بس احنا دلوقتي لازم نتصرف، مش هنسيبه يهددك ويخوفك كده. قلت لها: بس هو دفع فلوس كتير جدا، 65,000 جنيه يا ريهام، ممكن فعلا يقدر يطالب بيها قدام القانون. ريهام قالت لي بيحزم: مفيش قانون في الدنيا بيجبر ست
تجوز راجل عشان تساعدها، واحنا هنروح لمحامي كويس ونفهم حقوقنا وهنشوف ايه اللي نعمله فعلا. اليوم اللي بعده رحنا لمحامي خبره اسمه الأستاذ عادل. سليمان كان محامي معروف وبيشتغل في قضايا الأحوال الشخصية، والتهديد مكتبه كان في وسط البلد. ولما دخلنا استقبلنا بترحيب، قعدنا قدامه وانا حكيت له القصة كلها من اولها لاخرها. حكيت له عن موت محمود والديون وحسام وازاي ساعدني والهدايا والرقابه والكلام اللي قاله والتهديدات. وريته الرسائل اللي حسام بعتها لي على الموبايل. الأستاذ عادل سامعني بتركيز وكان بيكتب ملاحظات. لما خلصت كلامي قال لي بصوت حازم: وواثق يا ابنتي ناديه، أطمنك تماما، حسام ملوش أي حق قانوني علي أبدا. المساعدة يقدمها لك كانت تبرع وهدية، مش دين ولا قرض. وده واضح من إنه قال بنفسه إنها هدية ومش عايز حاجة في المقابل، وإنت ما عندكيش أي ورق أو سند أو عقد بيثبت إن الفلوس دي أرض لازم يترد. الكلام ده خلاني يتنفس شوية. سالته يعني هو مش هيقدر يطالب بالفلوس؟ قال لي لا مش هيقدر، عشان يطالب بفلوس قدام القانون لازم يكون معاه سند دين أو عقد أو أي إثبات إن دي كانت أرض وليس هدية. ومدام هو قالك إنها هدية ومفيش أي وقت فالموضوع خلص. قانونيا سألته عن التهديدات. طب يا أستاذ عادل والرسائل اللي بعتها لي دي؟ قال لي تهديدات دي جريمة يا فندم، جريمة. التهديد معاقب عليها بالقانون، وانت ممكن تقدمي بلاغ في اسم شرطة ضده بالرسائل دي وهو ممكن ياخد عقوبة. ريهام قالت له احنا عايزين نعمل ايه بالظبط يا أستاذ عادل؟ الأستاذ عادل قال انا بنصح انكم تواجهوا حسام مرة أخيره في مكان عام وأمن وتقولوا له بوضوح ان نادي مش موافقه على اي علاقة معاه، وان التهديدات دي لو استمرت هتروحوا للشرطة، وانا ممكن اكتب لكم خطاب قانوني رسمي تدوله بيوضح ان ملوش اي حق قانوني وان التهديدات جريمة فعلا. الأستاذ عادل كتب لنا خطاب قانوني وطبعه وختمه بختم المحاماة. الخطاب كان بيقول بوضوح ان حسام ملوش اي حق قانوني على ناديه، وان المساعدات كانت تبرع، وان التهديدات جريمة، وان اي محاولة للتواصل غير المرغوب فيه هيتم التعامل معاه قانونيا. قررت اني اواجه حسام مرة أخيره، واخيرا كلمته على تليفون وقلت له بصوت حازم: يا حسام انا عايزه اقابلك في قهوة في وسط البلد، هتكون أختي معايا النهاردة الساعة من مثل العصر. حسام وافق وكان صوته فيه استغراب. رحت أنا وريهام للقهوة وقعدنا نستناه. كنت متوترة جدا، بس ريهام كانت ماسكه ايدي وبتشجعني. لما حسام وصل كان شكله زعلان ومتعصب. قعد قدامنا وقال بصوت عالي شوي: عايزه ايه يا نادي؟ ليه طلبتيه تقابليني؟ خدت نفسي عميق وقلت له بصوت ثابت رغم ان قلبي كان بيدق بقوي: يا حسام أنا جاي أقولك للمرة الأخيرة إني مش موافقه على أي علاقة بيني وبينك، وإني مش ملزمه ليك بأي حاجة. المحامي بتاعي أكد ليه إن كل اللي انت عملته كان تبرع وهديه مش أرض وملكش على أي حق قانوني. حسام اتعصب جدا ورفع صوته: يعني أنا صرفت 65,000 جنيه عبث؟ يعني انت استغلتيني واستفدت مني وبعدين رميتيني؟ قلت له بهدوء: أنا ما عملتش حاجة يا حسام، انت اللي قررت تساعدني بردتك وقلت لي بنفسك انها هدية ومن غير مقابل، وانا شكرتك وقتها، بس ده مش معناه اني ملزمه لي بجسمي او بحياتي. ريهام دخلت في الكلام بحزم وقالت له: يا أستاذ حسام اختي محترمة ومش هتقابل بالتهديدات ولا الابتزاز، ولو فضلت تهددها او تضايقها هنروح الشرطة فورا ونعمل بلاغ ضدك، وعندنا انا كل الرسائل اللي بعتها لها كسبات. طلعت الخطاب القانوني اللي كاتبه الأستاذ عادل ومديته لحسام. قلت له ده خطاب من محامي بيوضح ان مالكش اي حق عليها وان التهديدات دي جريمة. حسام اخد الخطاب وقراه بسرعة وشحمر من الغضب. بص لي بنظره مين وحقد وقال: انا كنت غلطان فيكي يا نادي، كنت فاكرك ست محترم واصيل، بس طلعتيه زيك زي اي واحد وطماع وجحد ونكر للجميل. الكلام ده وجعني جدا لكن حاولت اكون قوي. قلت له فاكر اللي انت عايزه يا حسام، بس انا ضميري مرتاح، انا عمري ما طلبت منك حاجة غير المساعدة في وقت الحاجة وما عنديش ذنب لو انت فسرت المساعدة دي بطريقة تاني. حسام أمن مكانه بعنف ورمى الخطاب على الترابيزة وقال بصوت عالي: أنا مش هضيع وقتي معاكي، بس عرفي إن الناس كلها هتعرف حقيقتك، عرف كل الناس إنك وحده جحده ومشي وهو غضبان. بعد اللقاء ده حسام فعلا بطل يكلمني نهائيا وما قاش يبعت لي أي رسائل تهديد. يمكن الخطاب القانوني خوفه، أو يمكن فهم إن مفيش فايده من التهديدات دي، بس أنا فضلت خايفه فترة طويلة. كنت دايما خايف إنه يرجع يهددني تاني أو إنه يحاول يضرني بأي شكل. كنت بتأكد من إن الباب مقفول كويس وكنت بتجنب الأماكن الفاضيه بليل. بعد الموقف ده ريهام وقفت جنبي بقى وساعده تاني لأي شغل. عرفتني على صاحبه محل قماش
ست طيبة اسمها حاجة سعاد الحاج، وسعاد كانت محتاجة حد يساعدها في البيع وترتيب المحل. قابلتها وحكيت لها ظروفي وهي وافقت تشغلني. الشغل كان بسيط، كنت بساعد في ترتيب القماش وفي البيع للزباين وفي تنظيف المحل. المرتب كان 1500 جنيه بس في الشهر، مبلغ قليل بس كان أحسن من مفيش. كمان ريهام كانت بتساعدني ب500 جنيه كل شهر من المرتبة. كانت بتقولي انت أختي يا نادي، وواجب عليا أسعدك بال1500 من الشغل وال500 من ريهام. بقيت عندي 1000 جنيه في الشهر. كان لازم أدفع 1100 إيجار ويفضل 800 جنيه للأكل والمصاريف. ما كانش كتير بس كنت بحاول اقتصد في كل حاجة. كنت بشتري أرخص الحاجات وكنت بطبخ أكل بسيط وما كنتش بصرف على أي كماليات. حياتي بقت صعبة بس على الأقل كنت مستقل ومعتمد على نفسي. مع الوقت بدأت أتعلم شغل المحل كويس. الحاجة سعاد كانت بتعلمني إزاي أتعامل مع الزباين وإزاي أعرف أنواع الأقمشة المختلفة وإزاي أحسب الحسابات. بعد 6 شهور بقيت شاطرة في الشغل. والحاجة سعاد كانت مبسوطة مني. الحاجة سعاد زودت مرتبي 1000 جنيه بعد سنة. قالت لي انت شغاله كويس يا نادي وانا مبسوطة منك، تستاهلي الزيادة دي خلتني اتنفس شوي. بقيت مرتاح اكت ماديا. كمان اتعلمت حاجة جديدة. جارت في العمارة ست كبيرة اسمها أم محمد، كانت خياطة شاطرة وعرضت عليا انها تعلمني الخياطة. قابلت بسعادة وبدأت اروح لها بعد الشغل مرتين في الاسبوع. اتعلمت ازاي اخيط هدوم بسيطة وبعدين اتطورت واتعلمت ازاي اخيط جلاليب وفساتين. بعد 6 شهور من التعلم بقيت اقدر اخيط كويس. بدأت اخيط هدوم للناس في البيت. بعد ما ارجع من الشغل كنت بخيط جلابيه او فستان وباخد 50 أو 100 جنيه حسب الشغل. ده كان دخل اضافي كويس ليا. النهاردة بعد 2.5 سنين من الحكاية دي انا عايش حياة بسيطة جدا بس مستقل ومرتاح نفسيا. لسه بشتغل في محل الحاج سعاد ومرتبي دلوقتي بقى 2100 جنيه وكمان بخيط في البيت وبجيب حوالي 500 إلى 700 400 جنيه إضافي في الشهر من الخياط. وما عنديش أي ديون دلوقتي الحمد لله وما عنديش أي التزامات. لحد حياتي بسيطة، بصحى بدري بروح الشغل بخيط شوية في البيت وبعد مع ريهام والعيله يوم في الأسبوع. ومع إني لسه بفتكر محمود كل يوم وبدعيله وبزور قبر كل جمعه، بس بقيت أقوى نفسيا وأقدر أواجه الحياة بنفسي. فهمت إن الاعتماد على النفس أهم حاجة. الدرس الكبير اللي اتعلمته من التجربة المريرة دي، لازم نفرق بين اللي بيساعدنا من قلبه الطيب وبدون انتظار مقابل وبين اللي بيساعدنا علشان يستثمر فينا ويحسسنا بعدين إننا مديونين ليه بحياتنا. والستات خصوصا الأرامل أو المطلقات أو أي ست في ظرف صعب لازم يكونوا حذرين جدا. في ناس كتير للأسف بتستغل الظروف الصعبة دي، بيقدموا المساعدة مش من طيب قلب لكن علشان يمتلكوا الشخص بعدين ويحسسوه بالذنب والالتزام. ولو في أي ست دلوقتي بتسمعني وعديه أو بتعدي بموقف شبيه، أقول لها أولا ما تخليش حد يحسسك إنك ملزمه ليه. باكت من الشكر والامتنان. المساعدة الحقيقية بتكون من غير مقابل ومن غير انتظار حاجه. ثانيا ما تخليش حد يسيطر على حياتك أو تحركاتك أو قراراتك بحجه إنه بيساعدك الاستقلال والحرية أغلى من أي فلوس. ثالثا لو حد بدأ يهددك أو يبتزك اتكلمي فورا مع محامي أو روحي شرطة، القانون بيحميكي. رابعا اعتمدي على نفسك قد ما تقدري حتى لو الحياة صعبة، حتى لو الشغل بسيط والمرتب قليل. الاستقلال المادي يحميكي من الابتزاز. وأخيرا أحب أقول إن ربنا دايما موجود معانا في أصعب الأوقات. حاسين إننا لوحدنا، حتى لو الدنيا ضاقت في وشنا هنلاقي دايما طريق للنجاة. المهم نكون أقوياء ونثق في ربنا ونثق في نفسنا وما نستسلمش. لا أي حد عايز يستغلنا المساعدة. الحق إيه يا بنات؟ هي اللي بتكون بدون مقابل بدون شروط وبدون توقعات. اللي بيساعدك من قلبه مش بيطالبك بحاجة بعدين ومش بيحسسك إنك مديون ليه بحياتك، بس اللي بيساعدك وفي دماغه نوايا تاني، ده اللي لازم تاخدي منه بالك وتبعدي عنه بسرعة. ده اللي كان عايزه أحكي لكم يا حبايبي. أتمنى قصتي تكون فادتكم وأتمنى كل واحدة تاخد بالها من نفسها وتحمي نفسها، وربنا يحفظنا كلنا ويقوينا على مصاعب حياة ويحمينا من الناس اللي عندهم نوايا وحشه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.